يعني قمنا بعمل جلسة لتهدئة الوضع، وأيضًا بعض الأشخاص من تركيا نفس الشيء يعني من العرب هناك، وقمنا بجلسة هكذا لتهدئة الوضع وإنقاص الذعر والرعب. وها هو اليوم الآن في مراكش، ومن لديه يا أعزائي الكرام يعني يعني من هو من التلاميذ يعني بالذات من مراكش يتحدث معي في اللايف. سفيان يقول نحن الآن في الشارع. أوكي. إن كان هنالك شخص معنا الآن رجاء أن يتواصل ويطمئننا على ما الذي يحدث. خير الكلام تقول المغرب كله وليس مراكش فقط. شخص يقول أكادير، شخص يقول في فاس. بيوترفلاي تقول أنها مفزوعة. يا. الفاس يقولون كانت هنالك ضربة قوية وهزة هناك. في مدينة المحمدية كذلك، الدار البيضاء والرباط. أعتقد بناء على ما أراه الآن، ما أعرفه أنه وقع زلزال فقط في مدينة مراكش، ولكن بالنسبة للمدن الأخرى الآن أراها في تعليقاتكم. الأشخاص يقولون المغرب بالكامل. لا أستطيع أن أدري بالضبط، ولكن بناء على تعليقاتكم يعني أن هنالك زلازل في كل هذه المدن وكل هذه الأماكن. يقولون حتى في الجنوب، في مكناس. شخص يقول الأمر خطير، يقول كان زلزال قويا في فاس. أتمنى لكم السلامة أعزائي الكرام جميعكم. وهذه الحادثة لم تكن قد وقعت البتة سابقا في مدينة المغرب. لقد عشت كما قلت لكم هنالك فترة لا بأس بها، ولم نرى في مدينة خريبكا كذلك. ليلى تقول، يونس يقول زلزال عنيف، والآخر يقول مولاي يعقوب، وآخر في آزرو. آه، بناء على تعليقاتكم أرى أن أغلب المدن المغربية التي يعني أنا شخصيا أعرفها يعني ضربت بهذا الزلزال. أتمنى لكم السلامة أعزائي الكرام جميعكم. وعلينا أن نعرف شيء مهم للغاية، أن هذه الحياة كما حدثتكم عنها سابقا وفي مواضيعنا الفلسفية التي نتحدث عنها في هذه القناة، هذه الحياة مجهولة أربابها، بل أنها مجهولة أحداثها. ما يحدث في الغد غامض.